حياتي تنثق في ديال امكم، تنثق وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي ماشي مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا اشنو استفدتي؟ انا بغيت غير نفهم شنو ربحتي من غير جبتي لنا صداع مقود ونقدروا كاع نخرجوا من هاد الخدمه هادي كاع؟ انت شنو استفدتي؟ ما فهمت وحق الرب ما فهمت. فاش واصلك هادشي باش انك ديريه؟ فاش واصلك؟ ما تنساوش تشتركوا مع اخوكم في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. كيف ما شفتوا خوتي العزاز في الفيديو، الشابه اللي خدامه في الدارك في اول خروج ليها كتتاسف على الثقه اللي دارت في الناس اللي دايرين بها من بعد ما كان ما كيعرفها حتى شي واحد. بين ليله وضحاها صباح المغرب كل شي كيعرفها، صبحت معروفه عند كل شي، والسبب الثقه والصحابات. دابا هي مهدده بالشارع ويمكن يفصلوها على خدمتها ويمكن تتعرض لواحد العقوبه قاسيه. غنعاود لكم القصه باختصار باش اللي ما فهم والو يعرف اشنو اللي طاري. دابا واحد البنت في العشرينات من العمر ديالها، خدامه مع الدرك الملكي في مدينه سطات، دارت فيديو في تيك توك وهي لابسه الزي الرسمي ديال الدرك وهي كتشطح مع صحاباتها المقربات. واللي كان معلوم عند هاد الشابه هو ان الفيديو غيشوفوه غير هي وصحاباتها فقط، ولكن غدر الصحابات لعب الدور ديالو وبارطاجاو الفيديو في العامه وكل شي شافوا، وخلق مشكل كبير للسيده. خرجوا عليها على خدمتها وبسبب الصحابات ممكن تتعرض لواحد عقوبة كبيرة. ما فهمتش واش حنا في سنة 2023 وبنادم مازال كيتيق في الصحابات؟ هاد الوقت راه الصحاب هما الجياب، جيبك هو صاحبك، مع ذلك ما تيقش. المشكل الكبير ان الفيديو تبارطاجا بزاف وشافوه المغاربة كاملين وهو طوندونس حاليا. الصدمة الكبرى هو ان الفيديو وصل حتى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات، شافوا فيديو ديال البنت بالزي الرسمي ديال الخدمة كتشطح مع موسيقى ديال الراي مع موسيقى والسيارة ديال الدرك ديال الخدمة حداها. القيادة الجهوية للدرك الملكي فتحوا تحقيق يوم أمس باش يبحثوا مع الدركية اللي كتنتمي للمركز الترابي ولاد سعيد تابعة لسرية سطات. القيادة الجهوية كتأكد على أن لقطات شريط فيديو موضوع تحقيق عبر قرص مدمج رسلاته للمختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط باش يحققوا ويتأكدوا منه. هذا القرص المدمج فيه جوج ديال المقاطع ديال الشابة. المقطع الاول مصور في مكان مغلق، ممكن يكون المركز الترابي، وهي كترقص مع الموسيقى ديال الراي وهي لابسه الزي الرسمي. اما المقطع الثاني هو تسجيل الشابه حدا واحد السياره تابعه للخدمه ديال الدرك في واحد الطريق عموميه. راه الابحاث اللي ندارت كتاكد على انه حتى البنت اللي معاها اللي صورات معاها حتى هي متهمه، زيد عليها حتى الرئيس ديالها في الخدمه. الاخبار كتاكد انه غتكون عقوبات صارمه في حقهم كاملين. هادشي كامل بسبب الثقه والصحابات، هادشي كامل بسبب قله الوعي والعقل. الدرك الملكي راه مؤسسه خاصها تحترم، وداك اللباس ديال الدرك خاصو تحترم ماشي ديال اللعب. هاد تيك توك ما فهمتش انا علاش مازال ما حيدوهش من المغرب، خاصهم يمنعوه حيت جميع دول العالم حيدوه، بقينا غير حنا اللي خدامين به. ما كنفهمش واحد ما قادرش يفرق بين اوقات الضحك والعمل واوقات الجد واللعب. دابا هي فعلا ندمات ويقدر تكون اعتذرات وهي راه بقات كتبكي كي شفتو في الفيديو، ولكن هادشي كامل ما غيمسحش داكشي اللي طرا. فاش البراني غيشوف هاد الفيديوهات شنو غيقول علينا؟ المهم الموضوع حاليا في البحث والتحقيق، واخا المعلومه اللي كاينه كتقول بان هاد الدريه هاد الدركيه جابتها في راسها وكتنتظرها عقوبه كبيره هي والناس اللي معاها. الله يهدينا والله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد البلاد. الله يسهل عليكم اخوتي.